ازيكم عاملين ايه؟ الدواء اللي هتكلم عنه النهارده هو دواء كارثي، او بالتحديد استخدامك ليه هو الكارثي. النهارده هتكلم عن نوع من انواع الادويه كتير من الناس بيستخدموه عشان يزودوا وزنهم بشكل سريع وفعال، وهو فعلا بيزود الوزن بشكل سريع، ولكن في المقابل ليه اعراض جانبيه خطيره جدا بتهدد حياتك بشكل مباشر. النهارده هتكلم على نوع من انواع الادويه اسمه الديكسازون اقراص. كتير منكم عارفه، كتير منكم بياخده، وكتير منكم بيوصفوا لبعض، بس مجرد ما تشوف الفيديو ده ارجوك حذر غيرك ووقفه عندك، بلاش توصفه لغيرك. قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما نقول اعراضه الجانبيه، ما ننساش نشترك على القناه ونفعل جرس الاشعارات عشان توصلنا الفيديوهات الجديده اول باول. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشوف تحت المصادر في صندوق الوصف. مبدئيا كده يا جماعه، الديكسازون اقراص هو عباره عن كورتيزون. طيب ليه بيستخدموه لزياده الوزن؟ لان الكورتيزون من اعراضه الجانبيه واخد بالك انت ان هو بيعمل احتباس في السوائل في الجسم، وبالتالي لما يعمل احتباس في السوائل في الجسم الوزن هيزيد وبكميات ملحوظه، فانت هتحس بالنتيجه مرضيه بالنسبه لك. ولكن خلي بالك ان الزياده الصحيه في الوزن اللي المفروض يحصل تبقى زياده في الكتله العضليه. طيب ده من ضمن اعراضه الجانبيه ان هو بيعمل احتباس في السوائل، وفي المقابل عشان هو بيعمل احتباس في السوائل هيرفع ضغط الدم. هتقول لي يا دكتور مش مشكله ضغط الدم، حكايه كده ضغطنا واطي عايزين نرفعه. طيب يا سيدي، هيعمل لك سكر من النوع الثاني. خلي بالك لان كده انت داخل في حوار وقصه ثانيه كبيره قوي. هيعمل لك هشاشه في العظام. طبعا الستات تبقى اكتر من الرجاله في موضوع هشاشه العظام ده، فما بالك انت كمان او انت بتاخدي معاها ادويه بتؤدي او بتساعد او بتزود فرص حدوث هشاشه العظام. النقطه مهمه جدا انها يا جماعه بتعمل لخبطه في الهرمونات بتاعه السيدات، وبالتالي انها ممكن تسبب بشكل مباشر مشكله في حدوث حمل فيما بعد. لو انت لسه مش متجوزه هيلخبط لك الهرمونات، وبالتالي هنخش في قصه ثانيه خالص ان مفيش حمل والحمل متاخر، حوار كبير قوي. الديكسازون اقراص يا جماعه بيعمل حاجه اسمها البافلو هامب. البافلو هامب يعني ايه؟ يعني بيزود وزنك في منطقه الاكتاف والدراعات، تلاقي شكلك من فوق ضخم وكبير وباقي الجسم غير متناسق على الاطلاق، فمش هتاخدي النتيجه المرجوه اللي انت متخيلها. بتعمل حاجه اسمها الموم فيس نتيجه احتباس السوائل، هتلاقي وش اتدور. انا عارف ان ممكن تكون شيء يبسط البعض عندكم ان بقول لك وشك مدور ومش عارف ايه، بس ده اعراض جانبيه، وده بيدل على انك انت دخلتي في سكات تانية خالص ومشاكل كبيره جدا. ده احد المشاكل. بيعمل ظهور الشعر في بعض المناطق غير مرغوب فيها، يعني ممكن يطلع لك شعر في وشك وبشكل غريب وكثيف. غير انه هو بيسبب علامات تمدد جلديه، وعلامات التمدد الجلديه دي ده حوار تاني وصعب انها تروح فيما بعد نتيجه زياده الوزن بشكل مفاجئ. طيب في مشكله انتم مش واخدين بالكم منها. انتم مبدئيا كده هتقولوا يا دكتور طب لما هو بيعمل كل المشاكل دي الشركه عاملاها ليه؟ يا جماعه الكورتيزون او النوع ده ليه استخدامات تانية طبيه، في ناس كتيره محتاجاه وما ينفعش تستغنى عنه. انت اللي بتستخدمه غلط، انت اللي بتستخدمه في غير محله. وعلى فكره عشان كتير من الناس بتروح تلجا لوصفات زياده الوزن اللي بتتباع اونلاين او بتتباع في الصيدليات، كتير منهم بيستخدم الاقراص دي وبيطحنها بيضيفها على الوصفات، وتبقى انت مش عارف وبتاخد كورتيزون وانت مش عارف. المشكله بقى الكارثيه انك انت مجرد ما هتسمع الفيديو ده وهتاخد القرار انك توقفه، احب اقول لك انت ما ينفعش توقف الكورتيزون مره واحده، لانك لو وقفته مره واحده هيسبب لك مشاكل قد تؤدي الى الوفاه من كتر خطورتها يا جماعه. الكورتيزون لو توقف مره واحده، اولا مبدئيا كده انت بتاخد الكورتيزون من بره، جسمك بيفرز الكورتيزون بشكل طبيعي على حسب احتياج جسمك. لما انت تبدا تاخده من بره جسمك بيبدا يقلل افرازه من الكورتيزون حبه 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 لحد ما يوقف خالص. تيجي انت توقف الكورتيزون من بره، فانت دخلت في مشاكل كبير قوي، منها حدوث تعب وارهاق بشكل مفاجئ، نزول ضغط الدم، دخول في اكتئاب، تغير لون الجلد او حدوث بقع في لون الجلد بتاعك، فقدان الوزن، فقدان الشهية، التوتر، العصبية، أعراض جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. فمن فضلك أو من فضلك أرجوكي ما تستخدميش الدواء ده لزيادة الوزن، وأرجوكي وري الفيديو ده لغيرك، واقرا المصادر اللي موجودة تحت في صندوق الوصف، واعرف الأول الأدوية دي استخداماتها إيه وإزاي، وبلاش منها لزيادة الوزن. عايزة تزودي وزنك من فضلك تابعي مع دكتور تغذية شاطر وأمين، وامشي على جدول غذائي، وابعدي عن الادويه خالص، وابعدي عن الكورتيزون خالص لزياده الوزن. وضروري جدا حذري غيرك، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو مفيد، وتعملي شير عشان خاطر غيرك يستفيد. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.